اليوم سأحكي لكم كواليس قصة من القصص الصعبة التي اشتغلت عليها. كواليس زرت خلالها قبر طفلة صغيرة، والتقيت مواطنا يحرق جواز سفر بلاده. للموت هيبته، وكذلك قصصه. أثناء تصويري لهذه القصة اكتشفت إلى أي حد يصعب على الإنسان تقبل فقدان حبيب هكذا فجأة على بغتة، فما بالك إن كان هذا الشخص ابنه فلذة كبده. بعد عطلة قضاها في بلده الأصلي تونس، عاد سالم رفقة ابنته على متن باخرة تقله نحو فرنسا بلد الإقامة. كانت الرحلة تمضي في أجواء عادية كما يعيشها ملايين المهاجرين من شمال إفريقيا حين زيارتهم الصيفية لعائلاتهم وأقربائهم. انطلقت الرحلة بعد ساعة ونصف من موعدها، ومع تحرك الباخرة شعر سالم بأن ابنته تشكو من تعب شديد. كانت الساعة تشير لمنتصف الليل حينما أخذ الشاب ابنته للممرضة كي تكشف عليها، وبعد المعاينة طمأنته الممرضة أن ابنته بخير وأنها تحتاج لبعض الراحة فقط. لم تمض سوى ساعة من زمن حتى عاد سالم مهلوعا مهرولا نحو الممرضة، وابنته محمولة بين يديه، وقد بدأ الدم يخرج من فمها وأنفها. أدخلت الطفلة على وجه السرعة لعيادة الممرضة، وطلب من الوالد البقاء خارجا. يحكي سالم كيف أن الدقائق مرت ببطء شديد، ورغم طلبه المتكرر للدخول لرؤية ابنته إلا أنها قوبلت بالرفض، مع إطلاعه أن ابنته بين الحياة والموت، وأن عليه توقع أي شيء. قلت لها داس تخليني ندخل. شو بنتي سكرت الباب من المفتاح، قالت لي ما عندكش الحق باش تدخل. مع 3 و4 متاع الصبح خرجوا لي بنتي، جت اسكادرة اليانية، خرجوا لي بنتي فيتا كلها مدمدمة، كلها زرقاء، دمية خارجة من ودنها من خشمها، مضروبة زرقاء في وجهها. التقيت سالم بعد أن استسلم لحزنه واستنفذ كل الحيل لاستعادة حق ابنته، وبعدما دق كل الأبواب الممكنة ليجدها موصدة، فاختار حرق جواز سفره احتجاجا على وقوفه وحيدا أمام محنته. حرقة فقدان الرجل عالمه الوحيد المتجلي في طفلته جعله يكاد لا يصدق خبر موتها. كنا قد صورنا الموضوع بعد أكثر من سنة على رحيل الطفلة، ولكن الأب ظل يحتفظ بثيابها الدامية، بآخر زجاجة حليب رضعتها، بدماها، بصورها وفيديوهاتها على الهاتف، وهي تضحك وهو يلاعبها أو يغير ثيابها. وأنا أتحدث مع الرجل أحسست بجبل من الحزن يخاطبني، حزن شديد لا يخفف عنه سوى مجالسة قبر ابنته. عليه وعلى روحها الرحمة. هذا لا دانيير بيبرون كالا بي دون الباتو، عامها مازال فيه، مازال مستحفظ به في الفريغو، وبرشا حاجات بتاعين هي دبشها، كوشات بتاعين، القطو بتاعها، ولا عندي فاليزة كامل. من الطبيعي أن إحراق جواز السفر الذي يعتبر وثيقة رسمية تجمعك ببلدك هو قرار صعب، لكنه في هذه الحالة وحسب نظريات علم النفس الاجتماعي هو نوع من العنف الرمزي، والذي سعى من خلاله هذا الرجل للفت الانتباه بوجوده كشخص، كإنسان أولا، وبالموازاة مع ذلك لتسليط الضوء على قضية ابنته. فالرجل شعر بأن هناك تقصيرا طبيا قد لحق ابنته، طلب بعد وفاتها فيما بعد المساعدة لدفنها في بلدها الأصلي، حيث تواصل حسب قوله مع مسؤولين ومع وسائل إعلام محلية دون جدوى. حبت حتى الإعلام التونسي ما حبش يحكي عليها، قررت باش نعتزل الجنسية التونسية على حق بنتي، وعندي بنتي سي بلي شير كي لا تونيزي، معناتها بنتي أغلى من تونس. حينما يكون لك أبناء وتحديدا وهم في أعمار صغيرة تشعر أنك المسؤول المباشر عن سعادة أو تعاسة الطفل، تبذل مجهودا لتوفير كل حاجياته، وترى في نفسك المعنية حصرا بسلامة هذا الطفل وصحته، وحينما يسوء الوضع قد لا تحتمل مآلاته. وهنا تترتب مسؤوليات أخرى يحملها المحيط والمجتمع للمواكبة والاستماع والدعم. علاقتي مع بنتي أكثر من علاقتي مع أمي، معنا علاقتي كانت ديما معايا، ديما un jour ou l'autre ma fille elle est plus là, donc c'est dur, c'est pas facile.